فرحانه جاريه هنا في القصر عند الملك شهريار، وبما ان انا بقى احلى واحده هنا في القصر فكل الرجاله هتموت عليا، بس انا مش بحب اي حد خالص غير صبيت الامير صبيت ابن شهريار. ليه؟ لان معاه فلوس كتير قوي وانا بحب الفلوس جدا. يا رمانه ايه يا مزنوق تعالى. انت فين بقى يا بت يا رمان؟ عايز ايه يا مزنوق؟ ده انا مزنوق قوي يا بت. ايه؟ مزنوق في حبك يعني يا بت، ما تيجي نتجوز بقى. انت تتجوزني انا؟ ايوه احنا معفنين زي بعض وهنليق على بعض يا بت. انت جربان يا حبيبي. ربنا يخليك. اقسم بالله وبيئه يا بت والله العظيم وشي بيحمر بقى. يا ابني انت عره. الله يكرمك والله امي ما بتقول نص الكلام ده يا بت. اتفخت على وشك يا بابا. الله يكرمك كان نفسي اغسل وشي والميه قطعه والله. والله انت ما عندك دم، انا ليه؟ مستحيل ابص لك اصلا، انت جربان. يا بت ليه يا بت؟ حرام عليكي بقى، يعني تبص لمين؟ الامير صبيت. ابن مولاي شهريار. طبعا عشان غني مش انت فقير. طب صح انت فكرتيني، ده مولاي شهريار جاي دلوقتي، يلا الحق امشي. طب ايه المشكله لما ايه يجي؟ المشكله؟ ايه ممكن يقطع رقبتك يا بت؟ لا يا حبيبي ربنا يخلي لنا شهرزاد ورقبه شهرزاد. لا يا ماما، ما هو ممكن يقتلك انت الاول وبعدين يمز بشهرزاد. يعني ايه هو ممكن يعني يقتلني؟ يقتلك طبعا. ليه؟ اهربي بسرعه. لا خلاص انا اروح استخبى. يا نهار اسود ومنيل. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. ايه؟ ده أول جملة. ده لسه بنقول يا هادي. ربنا يكفيك شر العيا يا ابني. عيان اقعد جنب امك، ما تعيطش الناس عليك. ما ينفعش اكل العيش. كل عيش كل وبوظت بطاطين الحله بتوع امك، ده هتنفخك. ابني طب قول الجمله يلا. مولاي رئيس الوزراء قادم الى هنا. انت كنت هتشيل ودني يا كابتن والله، معلش. طب يبقى خلي بالك. طب انت مين؟ طب فهمني. طب هبقى ايه ده؟ اخيرا مولاي رئيس الوزراء. شكرا يا حبيبي. اشكرك يا بني. يا مزنوق، يا مولاي. لماذا أتيت بي في هذه الساعة المتأخرة؟ ألا تعلم أنني في سابع نومة؟ معلش يا مولاي أنا آسف جدا. آسف جدا؟ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. معلش يا مولاي، أنت عارف مولاي شهريار هبة منه وبيطلب طلبات غريبة، هو قال لي أجيبك في الوقت ده. مزنوق. أيوه. تعال مثلا. تعال يعني. تعال ولكنها مختصرة. ماشي. أنت لا تدري شيء، أنت عمي ولا تدري. ماشي. تعال قول تعال يا فتى. أهو ما أنا تعب. ألا تعلم لماذا يريدني شهريار؟ عليا الطلاق ما أعرف. أنا أحدثك هكذا وأنت تقول لي عليا الطلاق ما أعرف؟ ما هو أنا لو اتكلمت كده الناس مش هتفهمنا، فلازم نقربها لهم. حسنا جدا. حسنا يا مولاي. تشرب إيه يا مولاي؟ هات لي اندومي. اندومي؟ هيا. حسنا يا مولاي. هات لي اندومي هيا بسرعه. بقول لك ايه، البهارات بتاعت الاندومي ما تحطهاش، ديك الزيت كده بلاش ده. هات من عندك انت من المطبخ، ما تجيبش من البهارات اللي عندي، ماشي؟ بحبها. ليه بقى؟ مولاي في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ طرشتني يا عم، في ايه؟ طب يبقى خلي بالك. انت اللي تخلي بالك. حاضر ابقى اشوف. مولاي زوجتك تريدك. انت في ثالثه رابعه. ها؟ ايه اللي مولاي زوجتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت في ثالثه رابعه يلا. وعليكم السلام ورحمه الله. مولاي زوجتك تريدك. يلا يلا اقول. طيب يلا. مولاي زوجتك بالخارج. انا مش قابله سميره. دعا تدخل. دعا زوجتي تدخل. علي اب ايه بتقول ايه؟
يعني ايه علي اب؟ ما تقولش كلام انت مش قده. كنت اريد اتحدث باللغه ولكني فاشل. ماشي، ما انت قلت اهو. ادخل يا مسلم. يا اخويا ما تخلص الله. من زوجات المصون؟ يا سلام يا اخويا، انت نازل الساعة 1 بالليل فين؟ انا جاية وراك عشان اشوفك، اصل مفيش راجل بينزل من بيته الساعة 1 بالليل غير وهو رايح يخون مراته. لماذا؟ من قال لك هذا الكلام الفارغ؟ كلمني عربي. يا امرأة لا أتحدث عربي، هذا هو العربي. لا تكلمني عربي. يا ولية اسمعي، ازاي هخونك يا ولية؟ انا جاي وانت جيتي لقيتيني واقف في الشغل، ما ده شغلي انا، انني رئيس الوزراء يا امرأة. ايوه يا حبيبي، هتيجي تقعد هنا 5 دقايق وتخرج من هنا الساعة 1 و5 بالليل، ومفيش راجل بيخرج من حتة الساعة 1 و5 بالليل غير وهو رايح يخون مراته. الله يحرق ابو الزواج يا امرأة. يا ولية في ايه؟ مين اللي قالك الكلام دوت؟ كل الناس عارفة الكلام ده. من الذي يعرف هذا الكلام؟ كل الستات عارفة الكلام ده. يا امرأة لا يوجد ستات في هذه المدينة، شهريار ذبحهم كلهم، لم يبقى سواك انت ورمانة وكم واحدة ما تعدوش على صوابع الايد. بتخوني برضه. يا ولية خوني كلمة، بلد ما فيهاش غير رجالة. انا مش عرفني يا اخويا، ما انت ذوقك عافش. يا امرأة لا تطلعيني هكذا أمام الناس، أنا رجل تمام، لماذا تصدريني هكذا؟ يا ابني اتكلم عربي، اتكلم عربي. يا شبح اسمعني، اسمعني يا شبح، أنا ما بخونكيش. ايوه كده، خد ودي معايا في الكلام. أنا ما بخونكيش يا شبح. لا بتخوني. بخونك إزاي يا ولية؟ ما اعرفش، انت بتخوني. الله يحرق أبو الزواج على اللي عايزين يتزوجوا. 100 مرة. هي بقت كده؟ اه. طب يا رب شهريار يجي دلوقتي يذبحك. ايه؟ هقول له ما اعرفهاش ويقوم مطير رقبتك الكريمه. عايز شهريار يموتني؟ اه يا حبيبي، عشان يخليلك الجو وتخن براحتك. يخرب بيت ابو الخيانه، الله يحرق ابو هدومي يا رب. لو خاتمي معي منه الكثير، لا تحط في دماغك. يعني انت هتقول لي شهريار عشان يموتني؟ انت لو قلت له كده اقول له لا استنى، انت مش عارف رئيس الوزراء بتاعك بيعمل ايه؟ ده هو ابو فكه وزير الماليه بيسرقوا من خزانه الدوله. أتسلميني يا امرأة هكذا وش؟ انت مش عايز تسلمني؟ هسلمك. خلاص ارحميني يا امرأة. مش هرحمك. ارحميني من هذه الغيرة المفرطة. لا، ولازم اقفشك وانت بتخوني. لماذا؟ هو كده لازم. لا لن تقفشيني، لن اخونك مع معيز. لا يوجد نساء يا امرأة، شهريار الوظهم كلهم. انت بتزعقلي؟ انا اسف يعني بعد ده كله بتزعقلي؟ انا اسف يا امرأة. ماشي ماشي يا مخلوف، وديني انا استناك على باب القصر. اعذروني، زوجاتي من المطرية، اخلاقها حلوة بس هي مع زوجها طب وربنا لا اجيلك واجيب ميكروباص محمل رجالة عليا الطلاق ما يهمني، ومهما تعملي يا امرأة ان انا مخلوف وانت تدري. مولاي جينا مولاي فسحة الآن، فسحة، اجري العب في الحوش. لا أستطيع، أريد أن أمارس مهنتي المفضلة. ما هي؟ السباحة. السباحة بتعوم هكذا بهذه يعوم هكذا. بتعوم هكذا مولاي، وأبو فكة وزير المالية جاي دلوقتي حالا. دعوه يدخل. هيا هلا والله هلا. دعه يا أبا فكة. دعه واتركه وحاله وشأنه. يا أبا فكة. أيوة. كنت أريدك في أمر ضروري. وما هو الأمر إذن؟ أنا كنت محتاج فلوس كتير قوي. محتاج كام؟ محتاج 10 مليون عنتوز. يا نهار اسود، 10 مليون عنتوز؟ 10 مليون عنتوز ما يقلوش عنتوز. ده مبلغ كبير قوي، اجيبه لك منين انا؟ اسرقوا من خزانة الدولة يا أبو فكة. نعم يا حبيبي، أسرقوا؟ ليه؟ إحنا حرامية؟ أمال هتعمل إيه؟ إحنا نبني كوبري. والله فكرة.
وهيكلف قد ايه الكوبري ده يا ابو فكر؟ الكوبري هيتكلف حوالي 4000 عنتوز. 4000 عنتوز؟ اه. الحنتوز ب 20 عنتوز. طب انا كنت عايز اقول لك على شيء ضروري. ما هو الشيء؟ خد بالك بقى علشان الرقابه الاداريه بتقفش. اسمع مني، شهريار شريف حلو. انت شايف كده؟ انا شايف كده، ولمها عشان انت هتحط 30 مليون عنتوز في كرشك. حسبي الله ونعم مش الوكيل. هديك ال10 اللي انت عايزهم؟ طب انت مالك انت بقى؟ ايه اللي مالي؟ انت مالك ومال ال30؟ هيا بنا. هيا بنا. لماذا نتحدث في السياسه؟ لماذا نتحدث؟ انت الذي تجرني الى السياسه. يلا بدل ما نتمشي بسنايبر واحنا واقفين. حسنا جدا، هيا بنا. يا نهار ابيض، ازاي لحد دلوقتي مولاي ما جاش؟ ده اكيد في حاجه. استنى، ما وليه ايه؟ انا قفايا سخن. انت رزعت جامد. يبقى انت هي جمله وطبله. هتركز فيها ولا مش تركز؟ اعملهم بقى بضمير. اعملهم بضمير. سيبنا اشتغل. ماشي يا عم. ما في ايه؟ اعدل الغطا بس. الله يبارك لك. الله يكرمك. الله يكرمك. اتفضل يا باشا. شغال. قول. مولاي صبيت ابن شهريار العبيط آتيا في الحال. حسنا. جيدا. جيدا. كان واخواتها. كان واخواتها. حسنا فلتدخله. ادخل ايها الرجل. طب انت مين؟ طب قول لي. طيب بكره بقول لك. بكره ايه ده؟ اخيرا مولاي الامير صبي. اعملها تاني، اتكسفت والله. معلش والله شكلي وحش، معلش. يعني انت نفسك مش مصدق انك امير. عايز الناس تصدق ازاي؟ انت مقتنع انك بتاع شاي. اخلص يا رخم. حاضر ماشي. والله العظيم حتى الهدوم ما مصدقه. معلش يا رب. ايه ده؟ اخيرا مولاي الامير صبي. كذاب قوي. والله العظيم ماشي ازيك يا خادم؟ انا ابن الملك وانت خادم، مش باللون، بالقبول. امير واقف وانت خادم. والله العظيم هي مش بالقبول، هي بالواسطه. انت شكلك ابن خالة استاذ اشرف او حاجه. انا تعبت عشان اوصل لده، ابتديتها بفوطه زفره والله عشان اوصل للقطيفه الحلو ده. والله العظيم حتى القطيفه عليك بواب. ده والله من فرحتي بالطقم هروح بيه. تخيل مروح كده واقف في كمين. يقول لي الرخص، اقول له فرمانه. اسمك حمدي بن برقوق الراكب دار. انت برضه يا باسمي امير هزء وبرقوق. بقول لك يا خادم. خلاص بقى. انت خلاص ما تخلينيش، انا مصدقها بالعافيه والله، وعايزين نبلعها للناس. لازم اقول لك يا خادم. وانا بفهمك احكي القصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الناس مش غرب والله. لا اقول استاذ اشرف قال ده لازم يبقى امير عشان الناس تضحك، لكن لو انا بقيت امير ما حدش هيضحك. اعداء النجاح. ايه النجاح في كده؟ ما حدش مصدق. انا شكلي امير، انت شكلك خادم. هي ماشيه كده. السلام عليكم. انت كل شويه تدخل ناس. معلم لازم يخشوا. بأمانة الله. لا ما تحلفهمش. سيب مساحه للكذب. امانه الله بتحرجهم. ماشي. هيقول الحقيقه وهتتكسب. قول لهم بالامان. بأمانة. يا لا. طب انت عارفه كنت هقول ايه ولا انت بنت خالته؟ طب اسال سؤالي الاول. اخلص يا خادم اخلص. ده شكلي خدام؟ مكافأة ملكية لكل الناس.
يا ابني شكلك خادم. ده كله قال اه. انا شكلي امير وانت. طب سلام عليكم. ده شكل امير. بيقول لي مره من نفسه بقى. والله العظيم الراجل خلاص ارتحت، دخلت الناس ما بيننا. والله العظيم الناس يا عين الناس صعبان عليهم انت. بقول لك يا خادم خلينا في اكل عيشنا. خلاص يا فندم يا امير. ايوه كده يا امير يا ابن الامراء. الله ربنا يخليك. والله ما مصدق. ربنا يخليك. ماشي يا فندم. بقول لك ايه، فضي لي قول. الدنيا يوم الخميس عشان نازل اشتري تلفزيون. والله العظيم الاسعار ولعت، كان ب 6000 بقى ب 9. ايه ده ب 6000 بقى ب 9؟ تعالى تعالى كملك. لا اقعد بقى. سيبك من المسرحيات، الدنيا نار. اقعد. قسما انت عارف ان انا بجهز. ما انا ما عارف. حدش غريب. الحاجات عارف الخلاط ده اللي هو اللي فيه الكبه وفيه البتاع ده. نوعه اسم غريب هيقول لك اعلان بلاش. المهم انت هتضحك معايا خاتم ايه؟ قوم يا ابني. انا اسف يا فندم السم نزلت من كام يوم. سيبك انا هسمع قصصكم ماشي، انتوا. أنا آسف. المهم فضيلي الدنيا من يوم الخميس تمام. مش هينفع يا فندم تنزل يوم الخميس لان انا قافل الامبراطوريه من يوم الاربعاء. وليه قافل المملكه من نقي كلمات سهله يا رخم. عارفني مش واخد، انا واخد على ايوه جاي الحاجات دي. امبراطوريه. ايوه سهله ما سهله؟ طب قولها 10 مرات ورا بعض. 10 مرات بس بسرعه. اقولها عاديه والله. قولها والله. امبراطوريه امبراطوريه امبراطوريه. انما اقول مملكه. مملكه. قولها بسرعه. مملكه. تختار كلمة سهلة. عتب عبود. قافل ليه من يوم الخميس؟ قافلين الامبراطوريه اللي هي المملكه يا مولاي. أيوة. من يوم الاربع عشان ان شاء الله باذن الله في ثوره على والدك ان شاء الله تنجح. ايوه ما انا عارف. ايه ده قافل ازاي؟ عارف ازاي؟ قافل ازاي؟ عارف ازاي؟ ما انا اللي محرض على الثوره. ثوره ليالي التوريث نازل انا والشعب كلنا. ثوره ليالي التوريث. أيوة. عاملها انت ضد ابوك؟ طب افرض الثوره نجحت. همسك انا البلد. ازاي؟ هينتخبوني. ينتخبوك؟ تيجي بالانتخاب. افهم اللعبه، انزل ماتش تونس اتفرج ينتخبوني. افهم الدنيا ماشيه ازاي. يا رب المشهد ده يتشال لو مسك البلد. هو لو مسك البلد كلنا هنتشال. ما تقلقش يعني. المهم يعني تمام. يخلص الثوره دي وامسك انا البلد وما تقلقش هرقيك هتبقى وزير في عصري. تمام يا فندم انا ما عنديش مشكله بس في شويه اجراءات بسيطه انت مش هتكون عارفها. ايه الاجراءات دي؟ يعني مثلا تعرف ايه انت عن المراسم الملكيه؟ يا سيدي مراسم دي هات لي اي مرسم وانا ارسمه. قول لي عايز ايه؟ اي مرسم؟ ايوه. لا المراسم اللي هي الطقوس والحاجات. ايه الطقوس يعني؟ يعني مثلا ازاي مشيه الملك؟ اهي اوعى دي مشية الشبح. اوعى مشيه. تعالى يلا ولا بس عيب انا ابن الامير. ابن الامير ايه؟ ما تخلينيش بقى. دي مشيه ابن امير. وريني انت المشي. بص مشيه الملك. وريني. انت هتاكل ما تخلص. لا اصبر ما هي بتبقى كده. ده كازينو الملكه ده اللي في ويمبي عارفه؟ لا بقى بقول لك هي والله هي بتبدا كده. مفيش. بص بيبقى وشك عادي. مراسم. ادي واحده كده. ادي واحده عيب يا ابني. ايه؟ ما هو ده الملك، ده مشية الملك. مش همشي، هقعد مع الناس. هتقعد مع الناس؟ وري لي ازاي قعده الملك. اهي قاعده سهله. اقعد كده ببراح مع الشعب، اقعد كده. دي قعده امك دي يالا. لا انا قعده امي كده. ليه انت امك عامله كامل؟ والله بتقعد كده. الواد بيقول لي بمثل يا اختي بقاله 4 سنين وبيطلع بتاع شاي موكوس. جايب لي الكلام والله يا ام هدير. تعبني يا ام هدير. هدير؟ مش هدير دي السنجل ماذر. والله تعبني. وريني انت القعده طالما بتتريق يا بص سيدي. يا سيدي قعده الملك بكل شموخ. دي قعده هدير نفسها. ومنه جاي لها عريس. لا ده قوم. السنجل فازر. طب قوم انا اسف. قوم يا حبيبي. ايه؟ قوم تعال. انت مالكش دعوه بالمراسم دي بتاعت انا.
انت اهم حاجه بس لما يجي بابا، مش انت بتحبني؟ ايوه بحبك جدا. كلموا على موضوع رمانه وحياه ابوه. يا مولاي مش هينفع، انت امير تتجوز رمانه الخدامه. يا سيدي مش مهم، هي بتسمع الكلام اديها بالبلغ بتقول لي امرك يا مولاي. ماشي يا مولاي. وعد. وعد. ماشي حبيب قلبي. يلا يبقى هات لي الفوتيه ده هدلدل رجلي من عليه. تدلدل رجلك على فوتيه؟ الله يرحم امك كانت بتدلدل رجلها في الترعه. على فكره سمعتك وانا بره. تفتكرش هتغلط في امي وانا بره هخش تاني. انا اسف. ماشي مش قصدي نحترم. والله، بس بلاش اقول امك كانت بتبيع ايه. لا ما تقولش. بلاش. ما تقولش خلاص. خلاص ماشي. يلا سلام. كان عليها زلابيا والله كذاب، ما كانتش بتبيع زلابيا، كانت بتبيع فطير. ايه ده؟ اخيرا مولاتي الملكه شهرزاد. يا شهرزاد احكي لشهريار تشويني. هو انا بتاع بليله؟ مش عاجبك وش امي في القصر ده يعني؟ ما انت ما تفهمني يعني الدنيا ماشيه ازاي يعني؟ ايه يا ابني في ايه؟ يعني هي ام الجمله اللي بخش اقولها اكل عيش وسلام عليكم وخلاص، تخش تقولها اعمل انا ايه؟ ما انا شفتها رحت اقول. يعني ايه شفتها يعني؟ ما الناس كلها واقفه عايزه تشوفها، حد هتدخله؟ انا اسف. طب ايه يا عم؟ صلى على النبي يا ابراهيم. خلاص عليه الصلاه والسلام. الله. خلاص يا ابراهيم. ادي دماغك يا بوسه. لا معلش يا ابني ما هي من مش الجملة. اصول شغلانه معلش يعني. انا اسف، انا اسف يا سيدي. خلاص قول الجمله يا سيدي. اخلصوا رجلي وجعتني. يا نهار اسود، انت مش بتدخلها تقول عشان إن لا دي الأستاذة مش هي اللي هتدخل. داخلة؟ هي الاستاذه. يلا يلا. مولاتي الملكه شهرزاد. يا شهرزاد احكي لشهريار تشويني. حياتي. ها ده انت انسان جبان يالا. امال عامل ذكر عليا ليه؟ قدامها بتيجي تقلب ايه كتكوت. يا مزنوق في ايه؟ انا اسف يا مولاتي. مالك؟ ايه يا مولاتي؟ الخدمه بقت زي الزفت هنا في القصر ليه؟ اوعي تقولي كده يا مولاتي. لا احنا الخدمه عندنا كومبلكس بيرفكس. بقول لك ايه يا مولاتي؟ محدش مهتم بالخيل بتاعي اللي انا عايز اعرف. ده الخيل بنهتم بيه جدا. انزل اركب الخيل النهارده الاقيه فرشح على الارض. في ايه؟ فرشحتيه. ده كان احلى خيل عندنا والله. فرشحتيه يعني اللي جبت عليه راح عامل كده. يا ريته كده. عصام يمشي كده. حرام عليك والله، ده كان خيل عربي اصيل. وهو لما ركبته بقى ايه؟ بقى خيل عربي قتيل. ما تدخلنيش في حوارات. تتصرف وتجيب لي حاجه اركبها عشان اتمشى في جنينه القصر. حاضر يا مولاتي، بس احنا جبنا لك قبل كده فيل وما كلش معاك. عارف ليه؟ ليه؟ عشان اول ما قربت منه جيت اركبه لف الزلومه بتاعته حوالين وسطي وقال لي وحشتيني قوي يا ماما. روح امه. فيها اما فيل يكون امه وحشاه، تروحي لفه الزلومه كده وتقول حبيب قلبي حضناه. انت عايز تتلطش النهارده لا صح؟ مش عايز اتلطش عايز النهارده. تتلطش. والله ما عايز اتلطش في العموم. قول لي يا مزنوق. ايوه يا مولاي. مولاي شهريار عامل اجتماع ليه النهارده الساعه 1 يا ترى؟ والله ما اعرف. انت عارفه مولاي شهريار يعني بتهب منه وبيطلب حاجات في نص الليل كده. لا انت عارف. والله ما اعرف. بجد؟ والله اعرف منين يعني. ماشي يا مزنوق. ماشي يا مولاي. المهم عايزاك تراقب لي القصر عشان ابو المفهوميه جاي دلوقتي حالا. حق ابو المفهوميه اللي بيقول القصص والحواديت. ايوه. ايه يا مولاي ده؟ مولاي ايه؟ معلش شبه بعض انتوا، انا اسف. ايه يا مولاتي ده؟ ليه قصصه وحشه قوي؟ انت مالك انت؟ مالكش فيه. انا اسف يا مولاي. تسمع اللي انا قلت عليه. حاضر من اول عينيا. مولاي شهريار يجي تقول لي على طول. ماشي. طب اول ما مولاي شهريار انا في ايه النهارده؟ اول ما مولاي شهريار يجي هقول لك على كلمه سر بيننا وبين بعض كده. ايه هي؟ شبري بريم. ايه؟ شبري بريم. اه. حلو قوي، بحبها والله. ماشي من وانا خلاص. صغير بس بحبها. طب خلاص. اقولها كمان مره والنبي. ماشي. يلا شبري بريم. ايه؟ شبري بريم. اه. يا لهوي يا امه. خلاص بقى امشي لما يجي بقولها لك. ماشي لما يجي هقولها لك. يلا يلا. سلام عليكم. ابو المفهوميه شبري بريم. جه؟ لا بحب اقولها والله. ابو المفهوميه مولاي
قوي يا مولاكي. والله عندك زهقني والله. طب انا اقدم نفسي انا عادي. معلش. يا ساتر. ايه يا ابو المفهوميه؟ ايه يا مولاتي ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انت خسيتي. ايه رايك؟ والله برافو عليكي، خسيتي 5 جرام. ايه رايك؟ ايه يا مولاتي انت بتهزري؟ كمام وسعت جدا. كمام وسعت ايه؟ ايه؟ انت بتهزري، انت تخنتي اساسا. لا اوعى تقول كده. والله قلت لك لازم تخسي. شهريار كده هيذبحك ويوزع. انا بقول لك والله العظيم يذبحك ويوزع. مفيش الكلام ده، انا ماشيه على الالعاب الرياضيه والرجيم مظبوط. لا مش ماشي على حاجه. ما نشوف بقى الالعاب الرياضيه دلوقتي. تعالى يا حبيبي. انا هشوف بقى دلوقتي. اخدت مثلا الله بعشقها. تمرين بقى الوسط. يلا. هي بيانولا يا حاجه. انت بتعملي ايه ده للوسط ده؟ لا مفيش الكلام ده، هي الايدي حلوه قوي. يا دي الخيبه. طب يلا الضغط، يلا 10 ضغط. ماشي. يلا 1 2 3 4. انت هتصلي العشاء ولا ايه؟ بتعدي معايا يا مولاتي؟ ده هم 10 ضغط اللي طلبتهم مني. ده انا عديت ال4 نهكت. انت في ايه ليه؟ طب ما خلاص كده هيذبحك والله العظيم. لا ما انت هتجيب لي قصص جديده هحكيها له ومش هيذبحني. منين اجيب قصص جديده؟ في حد بيلاقي قصه جديده كل شهر؟ انا اعرف ناس بتعمل مسرحيه كل اسبوع على فكره. الله يكون في عونهم. فما طيب تستعبطش. انا جبت لك حدوتين هم اللي لقيتهم، صبري نفسك بيهم. حلوين قوي. احكي لي اول حدوته عباره عن ايه؟ اول حدوته اسمها مهمه في تل ابيب. دي بتاعت مين؟ الاميره ناديه الجندي. طب وايه دي عباره عن ايه؟ دي الامراه الخارقه بقى. دي بقى اتمسكت في اسرائيل. قعدوا يحققوا معاها، يطفوا سجاير تحت باطها، يضربوها بالنار، ينقطوا الحنفيه فوق قفاها، انها تنطق ابدا. لا طبعا استحاله احكي له دي امي عذبني انا. لا طبعا. ده هو كل يوم هتحكي له لون عذاب عشان تطولي. فكك مفيش الكلام ده. القصه اللي بعدها مفيش بقى غير هي سوق العصر. دي ايه دي بقى؟ دي بتاعت الامير احمد عبد العزيز والفقيد كمال ابو ريا المغفور له. يا عيني. طب وانا دي احكيها له ازاي؟ لا دي ما تتحكيش، دي تتمثل يا مولاتي. ايه؟ دي تتمثل. لا المغازية يا عباس الدول. بس بقى. ايه ده؟ هو كان احمد عبد العزيز بيعمل كده مع كمال ابو ريا. انا بنوته. انا قلت تصدق انت مجنون. ما انا بعمل دور احمد عبد العزيز وانت كمال ابو ريا. لا احنا نكس. انا هعمل الامير احمد عبد العزيز وانت المغفور له باذن الله تعالى كمال ابو ريا. ادينا يا ابني. واحده واحده. لا يا مولاك حلاوه مولد النبي فين؟ الفستقيه فين؟ السمسميه فين؟ الفوليه فين؟ وأمانة تبوسوا لي إيديها وتسلموا لي على بلادي. حلوة أوي. أنا هعملها. يا لهوي فرشحتيني يا مولاتي. حلوة أوي. زيك زي الحصان بالظبط. هو عمل كده بالظبط. أيوه دي تعمليها مع شهريار مش معايا أنا. لا حلوة احكيها له. طب خلاص أنا هروح أشوف لك حواديت تاني. ماشي. وأتعالج واجي. خلاص ماشي. الله حلوة أوي يا مزنوق. شبربرم. لا عادي بتضحك عليا. لا والله جه. بجد؟ شهريار جه. طب يلا دخلنا. شهريار جه. دخلنا. شهريار جه. عارفه والله عارفه هيجي هيفلقنا كلنا. شهريار جه. والله شكلي مظبوط. شكلي مظبوط. شكلك مظبوط طب والله. حلو يلا بقى دخله. مظبوط. هو مكعبر شويه بس مظبوط. والله بس شهريار جه. طب ماشي. شهريار. ايوه اللي هو اللي بيجي في التلفزيون. عارفاه. يلا هنده عليه. يلا اخيرا مولاي الامير شهريار. يا ابني انت مصمم تقطع عيش يا الله. انت خلاص ناويلي يعني اقفلها واسرح بحم الشام ولا اعمل ايه يعني؟ ليه فهمني؟ يعني لما اقعد انا في البيت انت اللي هتصرف على عيلتي ولا هتعمل ايه؟ لا حول ولا يا فهمني يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني مين اللي هيشيل ذنبي؟ خلاص. فهمني. قولها. حد فيكم يشيل ذنبي؟ خلاص. حاضر. قول الجملة. حاضر. يلا. مولاي الامير لا قولها عادل. عارفه ان انا بغيب. طب قولها. ما تهزريش. طب يلا قولها. والله هتهزري. لا مش ماشي. مولاي الامير شهريار. فارسني وقاهرني. تعالى. معلش احنا اسفين. لا حول ولا قوه الا بالله.
خد هات هنا بجنيه بليله. يلا معلش معلش. انا بستحملك، بتتكلم كلمتين بخلص. سيبني بقى، سيبني في حالي شويه. يلا بعد اذنك. يلا حبيبي. والله ما انا قايل. ماشي يا عم. كملوا انتوا بقى. ايه ده؟ اخيرا مولاي الامير شهريار. يا مزنوق. ايوه يا مولاي. ايه اللي موقفك عندك؟ يا بأمن دخولك يا مولاي. بتأمن دخولي من ايه؟ في حد يقدر يهددني؟ لا طبعا يا مولاي. يلا اتكل على الله واقول لمسرور السياف خليه صاحي، لان في احتمال كبير رقبه تطير النهارده. اللهم صل على النبي. ده اللحمه هتبقى بالكوم. يلا خلي الغلابه تاكل. والله العظيم هنروح جازين بقى السكينه كده تروح جايبه دم، نروح مكمسينها كده على الحيط، نكتب حج مبرور وذنبه مغفور يا ام فاروق تحت. يلا اتكل على الله. ماشي يا مولاي. والله فرحان موت يا لهوي. ولا هنذبح وزي ونوزع الفقر. يلا مولاي شهريار. ازيك يا شهرزاد؟ مولاي مش هتبطل تهددني بقى؟ قول لمسرور السياف يفضل صاحي عشان احتمال رقبه تطير النهارده. عرفنا ان انت ممكن تطير رقبتي على فكره. انا ما بهددش، انا ما بقول حاجه بنفذ على طول. كل يوم بتقول نفس الكلام، يعني زي ما تقول طحينه كتير كفته قليل. ايه شغل التكاتك ده؟ ما انا بقول لك كل يوم تقول نفس الكلمتين وما بتعملش حاجه. بقى لنا 1000 ليله وليله على الحال ده. المره دي هعمل ورقبتك هتطير يا شهرزاد. طب انا كنت بهزر معاك يا مولاي. ما بحبش الهزار. فين الحكايات اللي انت بتحكيها؟ كلها حكايات ممله. ممله؟ ده انا جبت لك النهارده قصه جديده. قصه ايه؟ قصه اسمها صاحب صاحبه. ما عملتها قبل كده مع نيل. طب بلاش، في حكايتين جداد. واحده اسمها مهمه في تل ابيب والتانيه اسمها سوق العصر. واضح يا شهرزاد انك ركبت دش جديد. عرفت؟ طب بلاش. طب اعمل ايه يا مولاي؟ اجيب لك منين حواديت؟ خلاص رقبتك تطير مسرور. لا 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 خلاص اسليك. طيب احكي يا شهرزاد، قولي لشهريار انه مطلع عيني من ديك النهار. ديك النهار. اهي ديك النهار دي لوحديها مش بس تطير رقبتك، دي تطيرك من الفرقه كلها. ما ديك النهار على طول. يا مسرور. انا دخلتك؟ عهاد. مولاي ايه؟ مسرور بره. لا يا راجل. والله. مسرور السياف؟ السياف. طب ما اديله يا ابني. مش عارف ايه اللي جابه الساعات. خش يا زعتور. امر مولاي. يا مسرور. ايوه. مع اول شعاع من الشمس هتطير رقبة شهرزاد. اخيرا يا مولاي، بقالي 1000 ليله وليله ما طيرتش رقبه حد. شايف السب قد ايه؟ والله كانت قصافه صغيره. الحمد لله. فرصتك هتطير رقبتها. حاضر، خلصانه مشياكه يا مولاي. مع اول شعاع من الشمس. مولاي الشهرزاد. يا شهرزاد مش شهريار. ركزي يا بنت. يا مولاي. ايه يا مسرور؟ تعالي يا حلوه. ايه؟ هعملك شاورما، عايزاها لحم ولا دجاج؟ انت فرحان كده ليه؟ يخونك العيش والملح اللي كلناه مع بعض يا مسرور. يخوني؟ ده انت كنت اكتر واحد بحبك هنا في القصر. اتابع. يا
يا متخلف افهم. خلاص القرار طلع وهشوهك يا شهرزاد. سلام. اللي عليك وعلى امك بلد. يا شهرزاد لسه واقفه عندك ليه؟ مفيش يا مولاي، كنت بعمل كده كام حاجه قبل ما اطير رقبتي ان شاء الله. تعملي ايه يعني؟ مفيش، امرت كام واحد ان هو ينشر المذكرات اللي انا كتبتها هنا في القصر اول ما اطير رقبتي على طول. هاتيلي المذكرات وانا انشرها لك يا شهرزاد. اصل المذكرات دي عباره عن الالف ليله وليله اللي انا قضيتهم معاكي يا مولاي. الدنيا كلها عارفه كل الحكايات الممله اللي كنت بتحكيها لي على مدار 1000 ليله وليله. لا يا مولاي، ما هو انا وانا بحكي لك الحدوته كنت انت بتنام، وانت نايم بقى كنت بتتكلم. الكلام ده بقى اللي انا كنت كاتباه في المذكرات. ولا ايه؟ كلام كنت كاتباه في المذكرات. كلام زي ايه يعني؟ يعني وانت نايم بقى كنت بتقعد تقول ايه بقى؟ حكايتك كنت صغير، العيال اللي كانوا بيعلقوا لك ديل، ولا اللي كانوا بيضربوك على قفاك ويجروا؟ اكتر حكايه ضحكتني اللي سرقوا بنطلونك ومشوك بلبوس. ايه هاتي المذكرات دي. يديك النار يا شهرزاد هاتي المذكرات دي. سوري يا مولاي مش هينفع، انا اديت اوردر ان هم ينشروها اول ما رقبتي تطير. مين اللي قال ان رقبتك هتطير؟ انت يا مولاي. لا 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 انا رجعت في كلامي. انا خلاص رجعت في كلامي يا مسرور. امر مولاي. اذبح الواد اللي عمال يعيط ده. ورا. بيعذبوه ولا بيعملوا فيه؟ قولوا قولوا احنا كنا في انهي حته يا ابني؟ ده يا مولاي انا بره. يا مسرور. امر مولاي. تعالى يا مسرور. امر يا مولاي. انا خلاص لغيت قرار انك تقطع رقبه شهرزاد. نعم يا حماده. بقول لك لغيت قرار انك تقطع رقبه شهرزاد. ما ينفعش يا مولاي، الاوردر طلع خلاص. اوردر طلع ايه وانا مكلم ام حسن؟ خلاص يا مولاي. وايه اللي خلاص يا ابني؟ الغي القرار. ما ينفعش يا مولاي. يا ابني دي ظروف بلد وانا فاهم ظروف البلد اكتر منك. ما ينفعش يا مولاي، الكلام مات. يعني ايه شهرزاد؟ ايوه اتكل انت وانا هتصرف. امرك يا مولاي. يا مسرور. يا جدع في ايه؟ جدع؟ مولاي يا جدع في مالك في ايه؟ يا مسرور انا بقول لك الغي القرار الغي القرار. ما ينفعش، شكلك قدام الرعايه هيبقى وحش. شكلي هيبقى اوحش لو المذكرات بتاعت شهرزاد دي اتنشرت. ما ينفعش يا مولاي، الملك يرجع في قراره. ماشي ماشي يا مسرور انا هتصرف. كلها 3 ساعات والشمس هتطلع يا مولاي. اصحى يا مولاي لا يغفلونا. سلام. مجنون. انا بجيب ناس مجانين معايا بس انا لازم اتصرف. انا عايز رئيس الوزراء. انت مبرشم يا واد. في يا عم؟ ايه ده؟ داخل على شهرات لازم تخش بعظمه. عايز ايه؟ انت اللي عايز والله. انا عايز رئيس الوزراء. قول يا عم ما تنجز. ما انت رئيس الوزراء واقف على النص يالا. ما انت واقف بقالك ساعه ودخلت قبل كده. ما تنجز يا عم، تمشي زق اليوم معانا. الواد قلة ادبه لسه في ثالثه رابعه وبيعمل ايه؟ بيكلمنا ازاي؟ يا مولاي شهريار، مولاي شهريار العظيم، يغدي مش وقت تدلعني دلوقتي. مولاي يبقى انت برضه راح تلبس البلتكانه. مش قلنا نعلق فيها الستاير ديت يا جلالتك. يا ابني البلد بتمر بظروف صعبه. تقوم انت تلبس البلتكانه عشان ايه؟ واللي انت لابس لي ازازه برتقال لو رجيتك هتفوت خلي بالك. ما تهزرش معايا مولاي. بقول لك ايه، انا عندي مشكله كبيره جدا. ما المشكله يا مولاي؟
ما المشكله؟ ما ايه ده؟ انني ارحب بجلالتك كلكم وهذه قوم اخر. يا ابني مش دلعنيش دلوقتي يا ابني. مولاي يأمرني، شكلك مزمجر. لماذا تزمجر يا مولاي؟ نري في ورطة. من ورطك في المأزق؟ لقد طلبت من مسرور انه يطير رقبة شهرزاد. ثم ماذا؟ عايز ارجع في كلامي لان شهرزاد. لا ترجع في كلامك ايه؟ انت شهريار، شهريار الملك لا يمكن ان يرجع في كلامه. يا اختي يا اختي يا اختي خالص ما ينفعش والله. يا ابني ماسكه عليا مذكرات لما كنت ببقى نايم وبخرف وبقول اي كلام، هي كانت بتكتب ورايا. بس ده ما يديكش الحق ان انت ترجع في كلامك. البلد كلها عرفت ان انت هتقطع رقبتها خلاص. يعني هعمل ايه؟ ما انا بقول لك لازم تلاقي لي حل. اذا ممكن نرشي مسرور. فكره كويسه، ما فيش حد ما بيرتشيش. ارشيه وخليه يلغي القرار بتاع قطع رقبه شهرزاد. اذا حسنا يا مولاي. اتصرف. حاضر. الله، هو انا ايه مخي دفتر؟ يا مسرور، مسرور يا سياف. امرك يا وزير الداخليه. انا مش وزير الداخليه، انا رئيس الوزراء كلها. يلا ايوه عايز ولا ايه؟ مش معنى انني اتحدث العربيه انني عادي نصايع. يلا ايوه تفضل. تعال يا مصر. عايز ايه لا مني؟ تخف مني. ايوه دع السيف جانبا ودعنا نتحدث. يا عم الكريم. انت كلمني عادي، احنا مش بنعمل قصه الانبياء. اخلص. دع السيف جانبا ودعنا نتحدث دعيته. عايز ألا تعلم يلا أنني أحبك؟ وأنا أيضا يا ابني أحبك ولا أحب غيرك. والله العظيم وأنا كمان. ونفسي أخدمك. أخدمه؟ وجايب لك معايا هدية ستخليك 100 100. ستخليك ده اللغة دي يا مولاي. لغات هنا قول يا بولو. طيب جايب لي إيه؟ اسمعوا مني. اشتري. أيوه. إنني كنت في رحلة إلى المستقبل. مستقبل؟ وجبت لك شيء. يا إلهي لا تصدق نفسك. إيه هو طيب؟ مش أنت بتعمل حمام في حمام بلدي؟ إيه حمام بلدي ده؟ أبو خرطوم. خرطوم؟ إيه يا استعبط؟ لا ما بعملش في الحاجات دي. أما بتعمل إيه؟ أنا بحفر وأعمل وأردم وأمشي. ليه وأنت كلب؟ يا عم أنا بعمل كده. إيه يالا؟ ايه؟ جبت لك حمام الافرنجيه. يالا ايه الحمام الافرنجيه؟ انها حاجه من المستقبل. انتظرني. بجد والله؟ انتظري انا اسوريك. ماشي انا مستنيك. وريني يا عم. والله لا تصدقني. ايه ده؟ اهو. ايه ده؟ اهو. ايه ده؟ هو مستعمل ولا لونه كده ولا؟ لا انه مذهب. انت لا تدري. الاسعار في السماء فعلا انه مستعمل. انت بقى هنا هذا الحمام افرنجي. سحر. ازاي؟ تجلس. لا تفعل اي شيء. بجد والله؟ دع الامور تجري بالراحه. سيبها. هتنبسط قوي. يعني اقعد بس كده؟ وبعد كده شطاف تنبسط اكثر. اعمل ايه؟ علي الصوت ده ولا ايه ده؟ علي الصوت. امال ايه ده؟ هنا لازم توطي الصوت. بجد والله؟ لان احنا في قصر مش عايزين قرف. امال ده ايه ده؟ ده شطاف يالا. بجد؟ مياه جوفيه يعني؟ ايوه. بجد والله؟ انه ممتع جدا. ايوه. انت لا تدري كيف هو ممتع. حاضر. الان لك الحق ان تجربه. بجد اجربه؟ ولكن بشرط اذا اعجبك شهرزاد تدعها. ما فيش الكلام دوت. اجربه. جربه وهتشوف. طب انا قدامك هنا. ها؟ قدامي ليه؟ ما ودش الناحيه الثانيه بقى. يلا. انني اريد ان اشوف رياكشناتك. هيا. طيب حاضر. اهو. يا رجل على مهلك. دع الامور تمشي بانسيابيه. واكل كرنب مش قادر. يا مفتري. خلصت. اشغل البتاع. اضرب. نسيت ان اقول لك. سخن يا. ايوه هناك سخن وهناك بارد. انت قلتش ده من الاول. يجب ان تخلط. لا مش هخلط. انه خلاط. سخن وبارد. انه من المستقبل وانه جميل جدا. خذه لك واقعد براحتك. نسيت. وضع شهرزاد. لا يا حبيبي. دعها. لا يا وزير. مش مسعود اللي يترش. مسعود مين يا ايه؟ انت مسرور. ايوه. ولا اي بهجه وخلاص. مش مسرور اللي يترش يا وزير. خلاص فاضل 2.5 ساعة وطير رقبة شهرزاد. اوعى تغبط. انت غبي. مولاي
مولاي. انا سمعت كل حاجه. طلع شريف يا مولاي. ولا شريف ولا هباب، اتصرف. اتصرف كيف يعني؟ بس انا جات لي فكره. ماذا يا مولاي؟ ماذا؟ لماذا لا تشخشخ هذه؟ يا ابني وانا رقاصه يا ابني. نهى دعاباتك يا مولاي. جات لي فكره هايله. ماذا الفكره؟ تؤجل لماذا طلوع الشمس بكره وتطلع بعد بكره عادي. ها؟ نعم يا اخويا. تؤجل ماذا؟ الشمس ما تطلعش بكره، هو مع اول شعاع الشمس هيطر رقبتها. يا سلام، وكيف هذا يحدث يا عينيا؟ اتصرف يا رئيس الوزراء. لا اما ايه يا مولاي؟ لا اما هخلي مسرور يطير رقبتك. رقبتي انا؟ انت ومراتك وعيالك وامك. ومين؟ وامك. طب المشكله يا مولاي في ايه؟ هيطير رقبه امك. خلاص يا مولاي في ايه؟ عيب يا مولاي، انت مش صغير على الكلام دوت. حسنا يا مولاي. سأبذل قصارى جهدي لكي أقنع منصور مسرور. أنا أيضا نسير. يا مسرور، أمرك يا وزير الثقافة. يا ابني وزير الثقافة كيف؟ أنت مين أنت؟ لا السيف جانبا يا دي النيلة. ودعنا نتحدث كالرجال. تفضل. اسمع يلا، ألا تعلم أنني أحبك؟ والله العظيم وأنا كمان. لا تدري كيف أحب، أنني أحبك جدا. وأنني كنت في رحلة إلى المستقبل. وجئت لك بشيء لا تصدقه. حاجة لا تأتي في دماغي سلحفاة. بجد والله؟ وليس بشرا. طب ايه جبت لي ايه؟ جبت لك من المستقبل تلفزيون. ايه التلفزيون ده؟ التلفزيون ده فيه ناس كتيرة بتقول حاجات يجب أن تصدقها حتى لو بيكذبوا. هم ما بيعملوش حاجة غير إن هم بيكذبوا. أصدقهم يعني كلهم؟ حتى لو أحمد موسى. ما لنا ومال السياسة، كنا عسولين وخلصنا. كلمني في الكيمياء يا مولاي. نتكلم في أشياء أخرى. خلاص وريني التلفزيون والنبي. إذا ستندهش ولا دهشة. طب والنبي أقسم لك ستندهش. طب خليني اندهش. وعندما تشوف الإيريال بقى يا عيني يعني. وريني. يا تلفزيون، كم تعال انزل تعال. هذا هو التحضين. والله ستأخذه في المستقبل عند. تعال انزل. هوب الله. هوب يلا. هو ده التلفزيون. الله، ده تلفزيون مش مهام يلا. بجد هتعبده. خلاص حاضر. انت انبهرت انك امال لو شفت بقى اللي هيحصل. هو التلفزيون ده منين؟ منين؟ ايه اللي منين يعني؟ ايه هو شرار اتعين في مسبير ولا ايه؟ تريد ان تتفرج على التلفزيون؟ والنبي. ايه؟ جيت بريموت من المستقبل. ده بيعمل ايه ده؟ هنشغل بيه التلفزيون. بجد والله؟ نعم. وريني. تشغله انت؟ ماشي. اضغط فين؟ اضغط في المنتصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا باشا. ولا على التلفزيون يا عبيط. ايه ده؟ واحنا في مدرسة ولا ايه يا أستاذ؟ معلش يا أستاذ. أنا آسف. احنا مش على قهوة. يا جزمة ما اعرفش والله. مش بتاخد التلفزيون، تصدق اللي بيقولوا تسكت خالص. طب ازاي تلعب التلفزيون؟ ما تطلعش بره. بتطلع بره ازاي؟ ده تلفزيون 3 دي بقى. ايوه صح. انه 3 دي. انه 3 دي يلا. انا مش فاهم. انت محظوظ يلا. طب يا عم. ايوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، إليكم أهم الأنباء. لقد سرح سيد مسؤول شعره على جنب، وسرح المسؤول الآخر شعره الناحية الثانية. كما أعرب مسؤولنا الجملة الاسمية إعرابا صحيحا، وقال أنها تتكون من مبتدأ وخبر. يا عم أنا في ثالثة إعدادي. إيه ده؟ في إيه؟ معلش بس عشان جنب الواد الصغير أبو بتاع
اكمل. والآن النشرة الجوية. ظهور سحابة تؤجل ظهور الشمس ساعتين. تؤجل ماذا؟ ظهور الشمس ساعتين. الشمس لن تصعد هذا الصباح لا. ولن تسبح شهرزاد. لا. انها من فوق. قلت لك اللي يقولوا التلفزيون صدقوا عدل. لا القناه دي كدابه، قناه تاني. انت عرفت منين ان هناك قنوات اخرى؟ انا اعرف ناس انت ذكي لدرجه غريبه. تضغط انت انا اضغط هذه المره، ساضغط هذه المره. يا رخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هنتكلم في 3 حاجات مهمين خالص. أول حاجة الشمس مش هتطلع. دي قناة الرحمة. يا إخوانا يا إخوانا يا إخوانا، النهارده هنقول إيه؟ الشمس مش هتطلع. هاني عادل بتاع فرقة وسط البلد غنى وقال الشمس بتطلع كل يوم، بكرة مش هتطلع يا هاني. مبسوط يا هاني؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، مبسوط؟ لا اله الا الله. حول يا عم القناه دي، حول القناه دي. هي تتكلم مين؟ بكلم التلفزيون انه اختراع. طب حول. اختراع جنني يا راجل. طب حول، طب اشوف قناه تاني. حاضر. كيف عرفت؟ كتب المستقبل من ورانا؟ خلص يا عم. لا قناة ونحن في كافيه. خلص طيب هات لي قناه تاني. انت يا ابني صدق بقى ما ان أشوف. الشمس لن تصعد وارحمنا بقى. لما اشوف واتاكد يا حبيبي. يا ما تقتلهاش وخده. لا. يا من الاخر الشمس مش هتطلع بكره، تمام يا اسطى ولا ايه؟ اخلص بقى. حلو قوي بقى، قولها له. بقول لك ايه يا وزير؟ نعم. ممكن اعمل مداخله؟ بس يا ابني. واه ايه يا حبيبي؟ ركز معايا. انا كوميديين يا ابني. ركز معايا يا وزير. مش قادر. معلش. واه معلش خلاص معلش. اجي ارضعك يا ابني. اهدى يا وزير اهدى. هناك انفلات اطفاليه في المدينه وانا رئيس الوزراء. معلش. نعم ماذا تريد؟ انا عايز اعمل مداخله. مداخله؟ كيف عرفت المداخله؟ معلش. لا ينفع تعمل مداخله. ليه؟ لم آتي بتليفون من المستقبل. كيف؟ مش لازم تليفون يا حبيبي. امال ايه؟ انا اوريك. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اعمل مداخله تلفزيونيه؟ اتفضل ادخل. السلام عليكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الحمد منورين لله الدنيا. تمام زي الفل. بقول لك ايه يا انت يالا؟ ايه؟ دول 700 زحلوف. زحلوف اسمه يا ايه؟ ابني عنتوز. عنتوز. يا عم هتفرق زحلوف عنتوز سموف يا ابني أي عنتوز حاجة. والحنتوز ب20 عنتوز واحنا بنقولها. خد يالا قول اللي انا عايزه. قول. الشمس هتطلع بكره بدري ساعتين وهنطلع معاها ان شاء الله القمر، وده العرض بتاعنا من الشركه السعوديه يا شيخ خميس. ان شاء الله نطلع شمس القمر. بقول لك ايه يا وزير؟ طالما اي امنيه نفسي فيها بتتحقق ممكن اطلب منه حاجه؟ تفضل. والنبي قول الطلب ده. يلا قول. فوز منتخب مصر وبطوله الامم الافريقيه. وحصول عصام الحضري على هداف البطوله. تمام. يا ابني كيف؟ يلا يا عم توكل على الله. ايه ده؟ التلفزيون عمل بالبي باين. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا وزير؟ ايه؟ لعيبك ديت مش هتكيل عليا. بس فاضل ساعتين وهبح شهرزاد. بلاش الكلام مات. شكشك ايه يا ابني؟ يا مسعور اسمعني يا مسرور. رمانة راحت فين؟ قالب عليها الدنيا. استر يا رب. مضرب حجر. لي ده ولا تعبان؟ غير حجر. مولاي غير حجر عسكري الشطرنج. والله شبهه بالظبط. غير حجر يلا. لا انا لا اغير الحجاره. الحجارة؟ هي ولماذا لا تغير الحجارة؟ لانني لا مش شغلتي يعني. يا ابني شغلانة فيها تبس انجز. تبس؟ احلى قهوة تقعد عليها قهوة شهريار والله. والله. احلى من ام كلثوم بكتير. لا شهريار ما فيهاش مينيمم. انتوا لسه عندكم حمص الشام هنا؟ عندنا. طب خد تعالى اقول لك. ايه؟ مفيش اي اخبار عن الرمانة بجد؟ رمانة؟ لا ما حدش سمع عنها. بس هناك شخص ينتظرك بالخارج، ربما عنده حاجات يقولها.
خليه ده عايز بس أنا. سمعنا واحده والنبي. تفضل ايها الشخص. بكره بسجاد بقى وروق علينا. عينيا روق عليك حبيب بكره قلبي. يا معلم. ايه يا ابن الملك؟ يا ابن الملك، انت مين يا عم الحاج؟ انت مين؟ ده مش عارفني. طب اشتغل بقى وشوف بيحبني ولا بيلعب بيا. يابا انا بكلمك، انت بتقول ايه؟ انا واحد جاي عايزك في موضوع مهم قوي. هو مالكم النهارده اصواتكم؟ ايه اللي هو جاي عايزك؟ انت واكل شابه يابا؟ عايز ايه يا عم؟ ايه اللي موضوع مهم قوي؟ في موضوع دي انت مصيبه. الشنب مربيه جديد؟ ليه؟ عايز يمشي يعني. بتدوس عليه ليه؟ بقول لك إيه؟ انا عندي حاجه، اخش بس الحمام ونيجي نتكلم. لا استنى، ده موضوع مهم جدا ما ينفعش يتأجل. مهم قوي يعني؟ قوي. طب تعالى نتكلم في الحمام ويا محلى الكلام واحنا بنفك زنقه. لا استنى، اصل مفيش حمام حريمي. حمام وانت مالك بحمام حريمي؟ قصدي يعني ان محسوبك شقي يعني ويحب يخش الحمام الحريمي. يا ولا ايه ده السد؟ يا ولا يا ولا انت في عرسه في زورك؟ ايه اللي في ايه يا حاج؟ لا هتلاقيك بس بيتهيألك انا. بيتهيألي اصل انا برضه ليا في النسوان، لسه ضارب سيجارتين وبقى كلمني عن النسوان، بحب انا الجو ده. انت ليك في النسوان؟ طبعا. صياعه وقله ادب ولا حب وارتباط؟ لا حب وارتباطي ما تفكرنيش والنبي، انا مرتبط بواحده شكلها يعني يقطع الخميره من البيت. مالها ايه؟ ريحه بقها فسيخ بالظبط. زي ريحه بقك كده والله. تقول يعني فوله واتقسمت فسيختين ما اعرفش. يا الريوط. ايه ده؟ ايه الصوت ده يا حاج؟ ده هتلاقيك بيتهيألك بالسيجارتين يا عم. ايوه هم السيجارتين. كمل، البت فيها ايه؟ اقول لك ايه ولا اقول لك حاجه؟ عارف الشنب اللي عندك؟ ماله؟ عندها اتقل منه، اللي هو شنب الاعدادي المعفن ده، عارفاه؟ بنت تبقى لابسه ونازله روشه وشنب اخضر كده بتتمشى بيه. عارفاه ده؟ عارفاه يا اخويا. قصدي عارفه؟ عارفه. ايوه هو ده عم جحا، واخد بالك؟ والله من الدنيا بقول ايه الموضوع المهم بقى اللي انت عايزني فيه؟ الموضوع المهم ان انا رمانه يا واطي. ما انا عارف وعمال اهزر، باين قوي انك رمانه. انا ريحه بقي فسيخ. يا بنت ماله الفسيخ ده؟ المصريين كلها بتحبه. انا عندي شنب اعدادي يا واطي. لا انت عندك شنب ثانوي بس عارفه بتحبي تصغري في السن فقلت اعدادي يعني. خلاص يا بنت ماشي. بتدلع عليك وعامله كده ليه بقى ان شاء الله؟ يا اخويا سمعت ان ابوك شهريار هيقتل شهرزاد وبعدين هيقتل بقيه النسوان، خفت على نفسي. يا بنت لازم انت ذكيه. طب حد شافك؟ لا. طب حط شنب عشان لو شافك فعلا ابويا قتل كل النسوان. ما تخافيش وانا احميكي، ده انا افديكي بعمري يا بنت، ده انا بحبك قلبي. والله بعشقك. وأنا بموت فيك. اول ما هيجي ابويا هقول له بقى على طول ان احنا ايه ده؟ صبيت ابني مع راجل تاني؟ لا يا راجل. لا يعني عبيط وقلنا ماشي، اهبل ومعدي، لكن صبيت يطلع كابوريا؟ لا كابوريا لا يعني. قولي له ان انت رمانه، قولي له. انا رمان. راجل واسمه رمان. لا بس يا مسرور امر مولاي. طير لي رقبه الشاب ده. ايه ده؟ قاتل ابنك صبيت؟ ابني ايه يا غبي؟ الشاب التاني ده. دي البت مش مشايه وعامله مش هي ايه رمانه يا فاكهه؟ بت مش مشايه وعامله رمانه. انت رمانه فعلا؟ انا رمانه. طب وليه عامله في نفسك كده؟ ما انا بصراحه سمعت ان حضرتك يعني ناوي. حضرتك انت جايب بروفه؟ سمعت ان حضرتك ويا ريت بتيجي في مواعيدها. مولاي هستأذن انا عشان قاعد في السايبر شويه. سلام عليكم. سلام يا عفروت. انا سمعت ان سموك يعني ناوي تقتل شهرزاد وبعدين هتقتل بقيه البنات، فقلت لازم اعيش راجل بقى. لا انا خدت قرار خلاص. ايه فيها؟ خدت قرار ان مش هقتل شهرزاد. ايوه انت ليه خدت قرار هناك؟ ومش هقتل اي واحده تانية. ده كلام اكيد يا حاج. الموضوع ده انتهى خلاص. ايه هو الموضوع؟ ان انا مش هقتل شهرزاد ولا اي واحده في المملكه. بجد؟ ايوه بجد، بس على شرط. ايه الشرط؟ تساعدوني في ان مسرور ما يطيرش رقبه شهرزاد. ولو ساعدناك؟ خلاص هسيبكم تتجوزوا. ماشي هنساعدك. يعني خلاص مش هتقتل بنات تاني؟ ما خلاص الكلام اللي انا بقوله ما بعيدهوش تاني. طب خلاص هروح اقلع. يلا بينا. يلا وانت تعالى معايا نفكر في فكره، او انا افكر وانت تقول لي ماشي يا بابا. ماشي. المهم نخرج ندي فرصه لاثنين زمايلنا يخشوا. يا امرأة كفاكي نواحا، ما كفاية عشتي باظت لوحديها. يا نهار اسود. ماذا تحبين في النكد أنت وكل النساء؟ ليه ماذا أنت؟ يا عم كلمني عربي، هنموت، كلمني عربي. لا نموت ولا نغور أحسن من نكدك. يعني هو شهريار قال لك هموتك أنت ومراتك وعيالك؟ وأمك وأمك يا بس أنت أمك ماتت. عايز يقتلها، المتوحش هيقتلها وهي ميتة. يا ولية كفاكي نكدا.
ما انا هموت انا راخر. عايز تموت؟ هو هيموتني. وانت مبسوط كده هتموت؟ عشان تروح الجنة وتروح تهيص مع الستات هناك. يا دي المصيبة. يا ولية ارحميني من هذا اروح النار يا ولية، انا حرامي اروح النار. تروح النار وتقابل الستات اللي كنت بتخني معاهم هناك وتهيص. يا دين النبي، يا دين النبي عليك يا ولية، هيص فين؟ اقول لك اروح شبرا عشان تخني هناك. فين؟ في شبرا. يا ولية ازاي اخونك ازاي؟ ارحمي اللي جابوني. هنموت. لماذا تحبين النكد؟ انا احب ان اموت احسن من نكدي. انت هتموت يعني هتتبسط لما انا اموت؟ بس انت هتبقى ميت. لا ما انا بقى هخلي شرارة اقول له ان انت مش مراتي ويطير رقبتك. ويطير رقبتي؟ ماشي، ما انت هتكون ميت قبليا. هيكون ميت؟ انت هتكون رقبتي بقى هتكون مرميه على الارض كده ورقبتك مرميه، اعمل لي كده. ساكون في قمه السعاده عندما تموتين، ساكون مبسوط. طب تعالى نهرب، نروح المطار ونهرب. قفل المطار، ما بقاش فيه اي مطار، ولا قفل الجو، وقفل البر بسلك شائك، حتى البحر سفلته، حط كمين و2 امناء شرطه، ومحدش هيخرج من البلد. هيذبحنا كلنا يا امراه لو الشمس طلعت علينا. طب بص. نعم. اقول لك طلقني. لماذا؟ مش قالك هموتك انت ومراتك وعيالك؟ طيب ما قالش وطلقتك، فطلقني يموتك انت وعيالك بس. لا لا نطلقك يا امرأة، سنموت سويا. هنموت احنا انا وانت بقى، ودي بقى اللي هجيبك بيها. وتستاهلي. استاهل؟ ايوه. استاهل؟ ماشي، وربنا لا استناك على باب القصر. يلا يا وليه اجري، جاتك القرف، امرأة شمطاء. حاجة يا ولاد يا ابني بقى. ما بقاش في امان في المسرح ده خلاص. اعمل زيي. ما انا مكمره بالحذاء. ايوه فاكر زمان لما دخلت قدامي. لا ده في واحد بره مش لابس حاجه خالص، شدوا له. دعني هناك مصيبه وانت تضحك. انت تضحك، هناك مصيبه. يلا بعض بقى. يا ابني اسكت يا ابني، يا راجل يا ابو فكه، انت ابو فكه يا ابني اسكت يا ابو فكه، فوق بقى يا ابو فكه. صديقك في محنه، يعني في محنه، لا تضحك بقى. ايه يا المحنه؟ صديقك في محنه خطيره. ايوه. اريد مبلغا من النقود، ولا تقول لي ابني كوبري، ما تقوليش ابني كوبري. بسيطه، نهدي الكوبري. يخرب بيت سنينك، انت بتطلع مصالح من اي حاجه. يا عم ليه مش هبنينا كوبري نهد ونطلع مصلحه؟ يا ابني انا عايز فلوس كتيره، لان مولاي قال لي لو الشمس تطلع هيطير رقبتي انت ومراتك وعيالك وامك، هيطير رقابينا كلنا. فانا عملت ايه؟ كلمت شركه الموتال، قلت لهم عايز بقى الموتال كتير نغطي الشمس ونحجبها بحيث الشمس ما يطلعش، فما يقتلنيش هيقتلني. يا حبيبي هتغطي الشمس بقلموتال. امال اعمل ايه طيب؟ انت بتوضب شقتك؟ يعني ايه الشمس هتقفلها بقلموتال؟ طب اعملها باب جرار ولا اعملها ايه؟ لا ركب كبنوري. ما هو كبنوري مولاي عامله في دماغه وما فيش فايده. طب بسيطه، احنا ممكن نهرب. نهرب؟ قفل كل حاجه، قفل البر والجو والبحر. هنهرب من ماذا؟ من كوبري. يخرب بيتك. نبني كوبري ونهرب من عليه، اسمع مني. انت دماغك دي ايه؟ انا محضر كوبري للهروب. طب هيا بينا كي نهرب. كوبري يلا كوبري، هنعمل كوبري. يلا طب هيا بسرعه. يا صبيت تعالى يا صبيت، ما تقلقش مفيش حد. الدنيا امان. جيت اتنكر في واحده ست قلب مني حصان يا اخي. طب انت عامل كده ليه؟ بيقول لك في شد بناطيل للركب في القصر، عملت ست هيتكسفوا يشدوني. عملت كده ليه؟ عشان نهرب يا موكوسه. طب يلا نهرب والنبي قبل ما حد يقفشنا. اسمعي، اهم حاجه ما تكلميش مع حد، صوتك هيبان ست وصوتي هيبان راجل. طب يلا نهرب. احنا بنتكلم نسمع. يا مزنوق القرف ده. يا انسه بعد اذنك بالله الحفيظ، كبه كمان، كبه في وشك يا بعيده. انتوا مين؟ مساء الخير. حضراتكم انا شهرزاد هنا في القصر. طب انا يا مزنوق جرايه يا وليه، في ايه؟ كان ليكي شوق وهوا
تعالي هتلاقي عندي الدواء. اظبطي الكلام يا حاجه. هي ليه الحركات مش ماشيه مع الكلام؟ معلش اصل احنا لسه ظابطين الكلام. هو الصوت راجل بس الشكل انثى ولا ايه يا حبيبتي؟ ترى ايه يا حبيبتي؟ هو انا هقول كلمه بعد كلمتك ما تخليكي شوافه. ايوه الصوت انثى بس الشكل قرد. على فكره انا كمان بعرف اعمل زيكم بالظبط. صباح الخير. ها عاملين ايه؟ هذا المشهد برعاية دولسيكا. ده خط الفرفشه ده هتقلدوا فنانين. ايه يا واد يا سبيت اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما انت عارفاني سبيت من الاول، داخله فينا كده ليه؟ ما انا عارفه يا اخويا. ايه الرمانه اللي انت عاملاه ده؟ كنا عايزين نهرب يا اختي. وتهربوا ليه ان شاء الله؟ عشان نتجوز. ما لقيناش حل في موضوع ان الشمس ما تطلعش، وده ابويا الشرط الوحيد عشان يجوزني. يعني انت يوم ما تتجوز خدامه؟ ده كلام يا سبيت. هاي خدامه تاخد بالبلغ وتقول امرك يا مولاي. اخفى عليكم، امال فين بحبك وبموت فيكي وهتجوزك. شفتي يا اختي الرجاله ما بناخدش منهم غير وجع القلب. لا يا حبيبتي بتاخدي من الراجل كتير يا عينيا. تعالى احكي لك. بتاخدي منه قلبه لو حبيتيه، كرامته لو عكسك، تحويشة عمره لو خطبك، ومرتبه لما يتجوزك، ومعاشه لما بيموت. وفي الاخر خدنا ايه من الرجاله غير وجع القلب؟ الله ينور يا حاج سيد. والله قلت اللي جوانا وليه اتكيتي على وتحويشة عمره لو خطبك. انت قلبت الراجل ده ما عداش اسبوعين. بجد مالكش فيه. حاضر. تصدق انا غلطانه؟ هو اللي غلطان. مش هيلاقي ذهب يجيب. اتلم. حاضر. اهو يا بنتي اتجوزيه اهو امير، وعلى راي المثل قرد مهنيني ولا غزال مطلع عيني. قولي لها يا اختي. يلا بقى عشان نهرب ولا نقول امثال يا حاجه. اتفضل. طب ما يلا يلا نحجز في شرق الدلتا الساعه 5 يا دوب. شرق الدلتا؟ ايوه. يعني ايه؟ ما انا ابن امير عايزين اركب بيجو يعني. ابن امير؟ امال اعمل تعالى انا هربك. يلا الحمد لله السوبر جيت جه اهو. يا جبان. يا شهريار، فين الملك شهريار؟ وراح فين؟ يا مسرور. ايه ده؟ مسرور. انت ايوه انت وزير النقل صح؟ لا يا اخي. امال انت مين؟ انت عرفتني كيف عرفتني؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انا بتنكر عشان ما يذبحنيش. اخلص خلاص، فاضل ساعة وهقتل شهرزاد وهقتلك وهقتل عيلتك ومراتك وامك. لسه مصر يا مسرور انك انت تطير رقبة شهرزاد؟ طبعا يا مولاي. وانت ما عندكش اي حل؟ انا عندي فزة. ما عندكش حل ان احنا نلغي القتل ده؟ اقول لك على حل يا مولاي. اتفضل. مولاي. اقول لك واحده تانية. بقول لك مرتين صحينا. انت بتهزر؟ الحل موجود عند شهريار. يا مسرور. ايوه. سلم سيفك لرئيس الوزراء. امر مولاي. اتفضل معايا غيره. هات السيف يا رجل. امسك. امر من شهريار ليك يا رئيس الوزراء، طير رقبة مسرور قبل طلوع الشمس. مش شهريار اللي يتنصب عليه. لا